السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وحبايبنا وطلابنا كلنا أولى ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله وتكونوا خلصتوا الفيديو بتاع امبارح. النهارده إن شاء الله هنكمل بارت 3 بإذن الله اللي هو بارت 3 2. مش صعب ومش غلس ومش طويل ومش أي حاجة، حرفيا هو لذيذ جدا. تقريبا بنعيد في نفس الانفورميشن، يعني مفيش انفورميشن زيادة. فيلا بينا نشوف احنا معانا ايه. يلا بينا خلاص بقى multiple choice questions. يلا بينا. Which of the Earth's layers accounts for only 1% of the plant's total volume؟ يعني من الأرض دي كلها مين فيهم أصغر واحد لدرجة إن هو بيوصل ل1% بس؟ أول واحد فيهم اللي هو كان الكراست. أنا قلت لك إن أصغر واحد فيهم، أو لما كنت برسمها لك كنت بوريك إن أصغر واحد فيهم مين؟ الكراست. مين أكبر واحد فيهم؟ المانتل. تمام كده. الليثوسفير ده عبارة عن الكراست والإيه؟ والأبر موست مانتل. يلا بينا على اللي بعده. question 2. طيب The phenomenon of water hardness، لما تبقى نوعا ما بنقول على المصطلح ده اللي هي الووتر هاردنس دوت، لما تلاقي ان الميه فيها حاجه غريبه، تحسي كده ان الميه يعني مثلا لو رحت مره مثلا عند الكاتل وبصيت تلاقي ان الميه فيها ملح مترص كده، والناس دي ما عندهاش فلتر. لو يعني احنا ما عندناش فلتر مثلا، تلاقي ايه في ميه مثلا على الكاتل بتاعت الميه اللي في الكاتل بتبدا تعمل ايه زي ترسبات بيضه مثلا. لو بحط عليها مثلا صابون او كده مش بتراغي. تمام. طب فالووتر هاردنس ده بطبيعه الحال بيكون فيه شويه سولتس. طب انهي نوع من السولتس بقى؟ يا ترى انهي سولتس من دي هي اللي بتعملي الووتر هاردنس ديت؟ انا هقولها لك على طول كده: كالسيوم ومغنيسيوم. يبقى مين اللي بيعمل لي المصطلح او الفينومينال بتاعه الووتر هاردنس دوت؟ ان انا يبقى عندي هاي كونسنتريشن من الايونز دي اللي هي الكالسيوم ايونز والايه والمغنيسيوم ايونز. طب يلا بينا على اللي بعده. طيب how does the lithosphere الليثوسفير دوت contribute to mitigating the phenomenon of global warming؟ ازاي الليثوسفير بيقلل لي من مشكله الجلوبال وارمنج؟ طب تعالى نشوف الجلوبال وارمنج كان بيحصل بسبب ايه؟ بسبب الكربون دايوكسيد جاز. يبقى ازاي الليثوسفير بيقلل لي من الجلوبال وارمنج او من الكربون دايوكسيد جاز؟ تعالى نشوف. باي ريليزنج الفولكانيك جاز. لا، الفولكانيك جاز دي بيطلع معاها كربون دايوكسيد وده مش عايزه. طيب باي absorbing الاكسجين، هياخد الاكسجين؟ لا يا عم. by increasing الاتموسفيريك humidity، ان انا ازود الرطوبه، برضو لا. امال by converting الكربون دايوكسيد into bicarbonates، واحول البايكربونيتس دي احطها فين؟ ببدا ان انا انزلها عندي في السي، اندر ذا سي. واندر ذا سي اللي بيحصل بعد كده؟ بتبدا ان هي ياخد المارين انيمالز وتبدا ان هي تعمل منها الايه؟ الشيلز بتاعتها. طيب نمبر 4 يلا بينا. What is the driving force behind the movement of the tectonic plates above the asthenosphere؟ يا ترى مين من الموفمنت ديت اللي بتبقى موجوده في الاسينوسفير بتخلي البليتس دي تتحرك؟ تمام. يبقى تاني، ايه اللي هيخلي الموفمنت بتاعت التكتونيك بليتس بتحصل في الاسينوسفير؟ ايه اللي بيحصل جوه الاسينوسفير؟ قلت لكم ان انا عندي حاجه اسمها كونفكشن كارنت. لما جيت قلت لكم ان ادي الكراست مثلا، ودي هنا انا عندي التكتونيك بليتس، ايه اللي بيحصل عندي؟ قلت لك ان انا عندي في المانتل او المنطقه دي اللي هي الاسينوسفير بيحصل حاجه اسمها كونفكشن كارنت. سوري، تبقى العكس كده. ادي الكونفكشن كارنت. الكونفكشن كارنت دي وهي معديه كده بتبدا ان هي تتحرك، هي عماله تتحرك لفوق كده، فبالتالي بتبعد مثلا البليتس دي عن بعض، او لو هي جايه لجوه كده بتبدا ان هي تحرك البليتس توورد اتش اذر عشان تعمل كولاجين اند سو اون. يبقى مين هي بقى عندي؟ الكونفكشن كارنت. الكونفكشن كارنت دي بتحصل فين؟ بتحصل في الاسينوسفير. ليه يا مس؟ عشان ده الليكويد. الاسينوسفير ده كان ليكويد افتكر. تمام كده. يلا بينا على اللي بعده. What is the primary constituent of the oceanic crust known as سيما؟ يا ترى ايه اللي موجود جوه الاوشانيك كراست بسميها سيما بسببه؟ قلت لك سيما دي الاس اي دي معناها ايه؟ معناها سيليكا. طيب والام اي دي معناها ايه؟ معناها مغنيسيوم. يبقى الاثنين على بعض سيما هتلاقي فين؟ سيليكا ومغنيسيوم مع بعض. تمام كده. سيليكا والومنيوم ده مين؟ ده كان السيال اللي موجود في الكونتيننتال كراست. طيب الايرون والنيكل ده باي ذا واي بتبقى موجوده في الانر كور. يلا بينا اللي بعده. The interaction of rainwater charged with carbon dioxide with calcite rocks leads to الميه اللي مليانه كربون دايوكسيد نزلت على روك اسمها كالسايت روكس. زي مين الكالسايت روكس دي؟ زي اللايم ستون. هتبدا تعمل لي ايه؟ قلت لكم ان اللايم ستون دي بتبدا ان هي تكون لي حاجه اسمها لايم ستون كيفز او لايم ستون كافيتيز. تمام. بتبدا ان هي تكون لي، لان هي لما بتديسولف ان ووتر بتبدا ان هي بعد كده تترص، بيحصل لها اكيميليشن باي تايم بعد
بعد مرور الوقت بيحصل انها زي accumulation فوق بعض كده، المينرالز دي تتراكم فوق بعض وتعمل لي الكيفز والكافيتيز دي. تمام كده؟ لكن مش بتعمل لي فولكانيك ماونتينز. كل ده بيحصل يعني الفولكانيك ماونتينز دي بتحصل بسبب الايه؟ البليتس، تكتونيك بليتس. كونتيننتال كراست جديده لا، اجنيس روك لا، الاجنيس روك دي بتطلع من الفولكانوز اصلا. تمام كده؟ Number 7. What is the primary reason continents rise above the sea level compared to the oceanic crust؟ من الآخر ايه اللي يخلي عندي الكونتيننتس تكون اعلى من السي؟ يعني تاني، ليه الكونتيننتال كراست بتكون فوق لكن الاوشانيك كراست بتكون تحت؟ في السؤال بتاع امبارح في اخر سؤال خالص في الايساي في الكومبير كنت قلت لك ايه؟ قلت لك خلي بالك ان السيال خفيف الدنسيتي بتاعته lower than الاوشانيك، لكن السيما تقيله. يعني انا لو جيت بصيت هنا هلاقي ان هو because the surface area of continents is larger than the oceanic. السيرفيس اريا بتاعت الكونتيننت اكبر. لا مالهاش دعوه، انا بتكلم في داينستي دلوقتي، مين خفيف ومين تقيل. التقيل هينزل لتحت والخفيف هيطلع لفوق. because continental rocks are harder مالهاش دعوه برضه، انا بتكلم في داينستي. because the density of continental crust rocks is lower than the oceanic. طب نشوف الأخيرة. due to ice accumulation on continental mountain peaks. ماليش دعوة بالإيه؟ بالروكس أو سوري بالآيس. أنا هتكلم على مين؟ هتكلم على الدنستي. الدنستي في الكونتيننتال روكس أو في الكونتيننتال كراست بتكون أخف بكتير من الإيه؟ من الأوشانيك روكس. نمبر 8. طيب the African rift، قلت لك الريفت دي بتحصل امتى؟ انا كنت واخده لك 3 موفمنت، الدايفرجنت والكونفرجنت والايه والترانسفورمينج. الترانسفورمينج كنا قايلين الترانسفورم موفمنت كنا قايلين بتعمل ايه؟ بتعمل فولز، بتكسر. لكن الكونفرجنت اللي هي بتعمل ايه؟ كولاجين، فبتطلع لي الماونتينز. يبقى الريفت دي كانت عندي مين؟ كان عندي اللي بتعمل دايفرجنت. يبقى هل هي كونفرجنت؟ لا ده مش ماونتين. هل هي ترانسفورم؟ لا ده مش فول. ستابيليتي ان ذا ليثوسفير ماليش دعوه. يبقى هي اتحصلت بسبب ايه؟ بسبب الدايفرجنت موفمنت. فاهم كده؟ الريفت ده بتبقى زي فتحه كده برضو، يعني هو الاثنين بيبعدوا عن بعض وتلاقي منطقه تحت كده نازله لتحت شويه، عامله شبه الوادي، بتبقى شبه الوادي. هو ده. فاهم كده؟ طيب نمبر 9. The semi-molten rocks region of the upper mantle. المنطقه اللي موجوده في الابر مانتل دي احنا اتفقنا ان هي بتكون ليكويد، اللي هي semi molten rocks، يعني هي فيها شويه روكس كده دايبه. طيب allows for plate movement is called to. المنطقة اللي بتخلي البليتس دي تتحرك الابر مانتل اسمها ايه؟ اسمها اسينوسفير. طب يا مس مين الميزوسفير دي؟ الميزوسفير دي قلت لك اللي هي اللور مانتل. السيال دي اللي هي الكونتيننتال كراست، دي منطقة في الكراست اصلا، والاوتر كور دي ماليش دعوة بيها، دي تحت خالص. نمبر 10. Which of the following minerals decompose to release البوتاسيوم؟ هبدأ إن أنا أطلع بوتاسيوم essential for the plants. خلي بالك بقى، أنت عندك الفلسبار واسمها فلسبار مش فلسبار. الفلسبار ده مليان مينرالز كتير جدا، هتلاقي فيه صوديوم، هتلاقي فيه كالسيوم، هتلاقي فيه بوتاسيوم، هتلاقي فيه أكسجين، وهتلاقي فيه سيليكا. يبقى الفلسبار دوت مليان elements كتير. أهمهم بالنسبة لي مين؟ أهمهم بالنسبة لي مين؟ البوتاسيوم. تمام؟ يبقى أنا عشان أوصل للبوتاسيوم ده البلانت محتاجه هعمل إيه؟ هكسر الفلسبار. طيب 11. Why does the inner core remain solid despite extreme temperatures؟ يعني برغم إن الدنيا تحت extreme temperature، الحر هناك لا يطاق، المفروض ان الدنيا حر يعني يحصل ميلتنج. طب اشمعنى برغم ان الدنيا هناك التمبريتشر فيها عاليه جدا الا ان هي ستيل سوليد؟ قلت لك المره اللي فاتت او قلت لك امبارح، يعني قلت لك ان في منطقه الكور دي او في الانر كور انا عندي حاجتين اتنين مع بعض. اول حاجه عندي هاي تمبريتشر، واهم حاجه ان انا عندي هاي بريشر. يبقى انا هدور هنا على ايه؟ هدور على الهاي بريشر. يبقى due to the sudden cooling، عشان بيحصل cooling مره واحده، لا مش بيحصل cooling اصلا. because it contains nickel، فيها نيكل ملهاش دعوه، ما هو النيكل بيدوب برضه. طيب because of its far distance from the surface، عشان هي بعيده عن السيرفيس، بسم الله عليك ملهاش دعوه. اخرها due to immense pressure، بسبب البريشر العالي جدا. بسبب البريشر العالي جدا، ضغط كتير. عارف لما يبقى عندك شويه مثلا فور اكزامبل شويه ساند مفرطين، لو مسكت الساند ده وقعدت تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه، مع الوقت هيعمل لك كوره في ايديك. ده نفس الكلام، يعني كده بيتحول لسوليد. 12.
which of the following elements contributes to making the oceanic crust denser than the continental crust. تفتكر مين من دول خلى الاوشانيك كراست اتقل من الكونتيننتال كراست؟ هو الاوشانيك كراست كان فيها ايه؟ كان فيها سيليكا وكان فيها مغنيسيوم. طب ما انا هنا عندي سيليكا وعندي الومنيوم، يبقى انا اي حاجه فيها سيليكا هلغيها، اي حاجه فيها سيليكا هلغيها. الحمد لله مفيش ولا واحد فيهم، لا اهي دي الومنيوم وسيليكا، دي الكونتيننتال على بعض. طيب تعالي نشوف هل هو مغنيسيوم وايرن؟ هي المغنيسيوم موجوده لكن الايرن انا ما شفتهاش. طب نشوف اللي بعده، صوديوم وبوتاسيوم، لا فيها صوديوم ولا فيها بوتاسيوم، لا فيها صوديوم ولا فيها بوتاسيوم. طيب هيدروجين اند هيليوم، لا شفت هيدروجين ولا شفت هيليوم اصلا، والهيليوم والهيدروجين خفاف جدا. يبقى انا عندي مين؟ هختار مين؟ هختار المغنيسيوم والايرن. ليه؟ لان هي اوريدي فيها مغنيسيوم، حتى لو انا ما اعرفش ان هي فيها ايرن بس انا عارف ان هي فيها مغنيسيوم. تمام كده؟ يلا بينا. 13 بورس فولكانيك روكس، الفولكانيك روكس اللي فيها بورز. طيب مالها؟ are used in some water treatment plants because they. تفتكر ليه انا احب جدا ان انا وانا بزرع بلانت احط حواليها الايه؟ البورس روكس دي. قلت لك في الفيديو اللي فات ان البورس روكس دي كانت بتعمل ايه؟ زي كانها بتعمل فلتريشن للووتر، بتشيل منها الامبيوريتيز. يبقى تعالى increasing the viscosity، لا absorb الامبيوريتيز and heavy materials، هتشيل لي الامبيوريتيز والهيفي ماتيريالز عشان ما تنزلش الكلام ده للبلانت. prevent الووتر from passing to lithosphere depth، مش هتخلي الميه تعدي، بالعكس ده الميه هتعدي من البورز عادي جدا. طيب convert الووتر into carbonic acid، هتبدا ان هي تحولي الووتر لكربونيك اسيد. لا يبقى انا عندي مين؟ بي، هي بتلم عندي الامبيوريتيز اللي موجوده عندي. 14 which of the following illustrates the relationship between rock properties and the occurrence of earthquakes. تفتكر ايه اللي بيحصل في روك بيخليني يحصل عندي الايرثكويك؟ تعالي نشوف. هل هو hard rock release seismic energy quickly، يعني الروكس الثقيله الهارد قوي هتبدا ان هي تطلع لي السيزميك انرجي كويكلي اللي هي الموجات اللي بتعمل لي الايرثكويك؟ لا ملهاش دعوه. الروك وهو قاعد في حاله كده مش هيبدا يطلع لي حاجه. طيب اللي بعده brittle rocks break، لما اكسر الروكس دي when energy accumulates along weak faults، لما ابدا اكسر الروكس ده بشكل suddenly فجاه ويبدا يعمل لي accumulating للفولتس دي في الاماكن اللي فيها فولتس او فيها شقوق ضعيفه، بتبدا ان هي يحصل لها accumulation الانرجي دي جواها. ده بيحصل تاني ازاي؟ انا عندي اصلا الفولت ده ضعيف جدا، تمام؟ طيب الروك بتاعي اتكسر، فلما الروك بتاعي اتكسر انا عمال اعمل اكيوميليشن للانرجي، خزنت انرجي، الانرجي هو ما يستحملهاش فبدا يخرجها بره، فلما يخرجها بره يعمل لي الايه؟ الايرثكويك. طب نشوف اللي بعده. سيليكا ريتش روكس بريفنت الايرثكويك، الروكس اللي فيها سيليكا كتير مش هتعمل لي ايرثكويك. طب هو بيحصل اوريدي عندي ايرثكويك. كربونيت روكس ريديوس ذا سترينث اوف ويفز. انا مالي ومالي الويفز؟ لو انا بتكلم كسيسميك ويفز يعني برضو انا ما وصلتش، هي لو كانت بتعمل لي ريديوسنج ليها ما كانش زمان بيحصل عندي ايرثكويكس، تمام؟ فانا هختار مين؟ هختار بي، لان البريكنج داون بتاع الروكس ده مش الروكس العاديه، انا بعمل بريكنج داون لطبقه من طبقات الارض للكراست نفسها، فالبريكنج داون دوت بيبدا ان هو يعمل لي ايه؟ يبدا ان هو يعمل لي السيسميك ويفز دي. طيب 15 the role of the lithosphere in the biosphere includes، من ضمن الحاجات ان البايوسفير بيستخدم فيها الليثوسفير هي ايه؟ اول حاجه providing الاكسجين directly to the plant، هتدخل الاكسجين للبلانت، الاكسجين ده اتموسفير بيجي من الاتموسفير، والبلانت ده بايوسفير. لا مش ده انا عايزاه، انا عايزه واحد ليثو وواحد بايو. طيب producing the minerals that necessary for the plant growth، ما هي المينرالز دي موجوده في الليثوسفير والبلانت جروث ده بايوسفير. طب اللي بعده increasing the preparation of carbon dioxide in the atmosphere، هيزود لي من نسبة الكربون دايوكسيد، ده كده ليثوسفير واتموسفير. طيب الأخيرة preventing the water from leaking into the soil، الووتر ده اللي هو الهيدروسفير والسويل دي اللي هي الليثوسفير، يبقى دي مش اللي انا محتاجها، انا محتاج واحده ليثوسفير وواحده ايه؟ بايوسفير. يبقى producing المينرالز اللي هي هتجيلي من الروكس يبقى ده ليثوسفير، هوديها للبلانت عشان تعمل جروث اللي هي مين؟ بايوسفير. طيب يلا بينا على اللي بعده نمبر 16. The Earth magnetic field، المagnetic field بتاع الأرث اللي هو النورث والساوث والكلام ده. طيب is generated by the movement of the molten material. طب هي المولتن ماتيريال دي موجوده فين يا مس؟ وانا بشرح لك قلت لك ان المولتن ماتيريال دي عندي في منطقتين، انا عندي منطقتين ليكويد في الأرث اللي هم مين؟ اللي هم الابر منتل
والطبقه اللي بعدها كانت مين؟ كانت عندي الاوتر كور. طيب يا ترى مين فيهم يا مس؟ انا قلت لك من شويه ان الابر مانتل ده هو اللي بيعمل لي موفينج في كونفكشن كارنت، والكونفكشن كارنت ده بيعمل لي موفينج للبليدز. يبقى انا مش عندي طبعا ده سوليد، الاوتر كور دي تمشي. طب الاوشانيك كراست لا دي سوليد. الابر مانتل احنا قلنا ان هي بتعمل لي الكونفكشن كارنت، فانا هختار مين؟ الاوتر كور اللي هي بي. تمام كده؟ طيب يلا بينا على الايساي كويستشنز. explain silicate rocks such as الكوارتز are considered more resistant to weathering than limestone. اشمعنى اللايمستون بيحصل له weathering اسرع؟ ده depends على الكيميكال بوند اللي موجود فيها. طب انا قلت لك ايه في الفيديو اللي فات؟ قلت لك ان انا عندي انواع الكيميكال بوندز اللي انت تعرفهم يعني واخدتهم. انت عندك الايونيك وعندك الكوفالنت. حلو كده؟ طيب كنا برضه دايما بنقعد نقول ايه؟ ان الايونيك بوند دي سهله ان هي تدوب في الميه، بتديسولف ان ووتر بشكل بسرعه جدا، يبقى دي فاست في الديسولفنج. لكن الكوفالنت بوند مالها؟ بتكون سلو ديسولف ان ووتر. تمام؟ طيب حلو قوي. يبقى انا لو عايزه اعمل ويذرنج وقدامي اتنين، واحد ايونيك بوند والتاني كوفالنت بوند، مين هيدوب اسرع؟ الايونيك بوند. مين هيدوب اسرع؟ مين هيحصل له ويذرنج اسرع؟ الايونيك بوند. لكن الكوفالنت هتتاخر شويه. فهو بقى بيجي بيقول لك هنا ليه الكوارتز بيحصل له ويذرنج اقل، بيبقى ريزيستنت تو ذا ويذرنج ذان اللايمستون؟ علشان الكوارتز ده كوفالنت بوند، لكن اللايمستون ده ايه؟ ايونيك بوند. يبقى تعالى كده بقى، تعالى بقى هنا كده، يلا بينا. هنبدا ازاي؟ هقول له because quartz اللي هي السيليكيت روكس يعني quartz is a material with covalent bond. طب مالها يا مس الكوفالنت بوند دي؟ covalent bond which dissolve in water slower than مين؟ الايونيك بوند او الايونيك بوند ماتيريال بوندز ماتيريالز اللي هم مين يا مس؟ عندي بقى الايونيك بوند ماتيريالز ديت. الايونيك بوند ماتيريالز دي اللي هو انا خدت الاكزامبل بتاعها بتاع اللايم ستون. تمام كده؟ يبقى انا في الانسر هنا لازم افرق ما بينهم عن طريق ان ده بيكون كوفالنت بوند، لكن ده بيكون ايونيك بوند. الكوفالنت بوند هو الكوارتز اللي بيحصل له ديسولفنج ان ووتر سلوور ذان الايونيك بوند، بيدوب بشكل ابطا من الايونيك بوند. علشان كده ايه اللي بيحصل؟ علشان كده بيبدا ان هو يحصل له ويذرنج اسرع. تمام كده؟ طيب يلا نمبر 2. explain why is the chemical weathering of rock considering a natural production line for the sustainment of life. يا ترى ليه الكيميكال ويذرنج بتاع الروكس ده بقول عليه ان هو حاجه مهمه جدا بالنسبه لللايف؟ هو بيعمل لي ايه في اللايف؟ تعال نشوف. انا قلت لك من شويه لما كنا من شويه بنتكلم على البلانت، قلت لك خلي بالك مثلا ان انا عندي مينرال زي الفلسبار دوت. الفلسبار ده بيعمل ايه؟ قال لي بمنتهى البساطه ان الفلسبار ده مليان شويه مينرالز كتير جدا، من ضمنهم البوتاسيوم مثلا. طب انا كانيمال او سوري انا مش انيمال احي، انا كبلانت محتاج ايه؟ محتاج البوتاسيوم. طيب البلانت اللي محتاج البوتاسيوم ده هيجيبه منين؟ لازم اعمل ويذرنج للفلسبار. يبقى تاني لما يجي يقول لي ازاي الويذرنج ده بيأثر لي على اللايف بشكل مهم جدا، ده مهم جدا بالنسبه لي، هقول له because الويذرنج the weathering of rocks بيعمل ايه؟ والريليز the minerals which are very important to life, to living organisms مثلا. لو هتكلم ك living organism. تمام كده؟
حلو كده. ده كل حاجه بقى، ده كل حاجه. الفوسفيت مثلا، احنا كنا اتكلمنا في الفوسفيت ده قبل كده بالمناسبه، في الفوسفيت سايكل او في الفوسفورس سايكل برضو. الفوسفورس كل الكلام ده كان يعني مثلا حاجه، الفوسفورس ده كان هو الوحيد عندي اللي اصلا مش في الاتموسفير، فعشان البلانت يجيبه لازم يجيبه منين؟ لازم يجيبه عندي من الليزوسفير. تمام اند سو اون. طيب يلا بينا على اللي بعده. question 3. Rocks that are composed of carbonate salts such as limestone، هنتكلم عن limestone، develop more caves and cavities than rocks composed of silica. يا ترى ليه اللايمستون rocks تبدأ هي تعمل لي caves وتعمل لي cavities أكتر من السيليكا؟ يا ترى ليه؟ عشان بمنتهى البساطة اللايمستون ده بيحصل له dissolving in water، سهل إنه يحصل له dissolving في الووتر، ويبدأ إن هو يديني إيه؟ يبدأ إن هو يديني كالسيوم كربونات، والكالسيوم كربونات ده هو اللي بيكون لي الكيفز والكافيتيز. يبقى because it is easier to dissolve، عشان اعمل dissolving دقيقة واحدة ماشي، to dissolve the limestone rock، ان انا ادوب اللايمستون rocks and form عندي الكالسيوم كربونات والكالسيوم باي كربونات، كالسيوم كربونات مثلا والكالسيوم باي كربونات CaHCO3 باي 2. تمام. وده اللي هو ايه which form الكافيتيز and caves، الكيفز and cavities. تمام كده. Chemical weathering of rocks plays a role in supplying plants with the minerals necessary for their growth. بيقول لي ان الكيميكال weathering دوت بيساعد البلانت ان هو ياخد المينرالز بتاعته. ازاي؟ بنفس الطريقه ان انا لما بعمل كيميكال weathering انا بعمل ريليزنج للاليمنتس اللي انا محتاجها، الاسينشال اليمنتس، بالتالي مين بياخدها؟ البلانت. يبقى during chemical weathering ايه اللي هيحصل في الكيميكال ويذرنج دوت؟ the elements will be released. طيب لما يحصل لها releasing so the plants هتبدأ البلانتس ديت will absorb it. حلو كده. يلا بينا على اللي بعده question 5. طيب يلا بينا على question 5. Mountain ranges appear in areas of tectonic plate collagen. لما بعمل collagen للتكتونيك بليتس ديت whereas they don't appear in areas of plate divergence. يعني من الآخر ليه الماونتينز دي بتحصل أو بتظهر عندي في منطقة الكونفرجنس مش بتحصل عندي في الدايفرجنس؟ تعالى نشوف. بمنتهى البساطة أنا عندي في الكونفرجنس دي لما بيحصل الكولاجين بتبدأ البليتس إن هي تبدأ تعمل إيه؟ تطلع لفوق. ما هو الكولاجين أنا عمال أخبط فيه، هعمل إيه بعد كده؟ ما عنديش أوبشن تاني غير إن أطلع لفوق. فالرايزنج أب ده بتاع البليتس يبدا ان هو يكون لي مين؟ الماونتين. لكن في الكونفرجن انا ببعد عن بعض، يبقى حاجه اقول له because after الكولاجين ايه اللي هيحصل؟ the plates will rise up. البليتس بيحصل لها ايه؟ هيحصل لها rising up will rise up to form الماونتينز. تمام؟ طيب شبه مين؟ شبه الهيمالايا. شبه مين؟ شبه الهيمالايا ماونتينز. طب لكن في الدايفرجنس ايه اللي بيحصل؟ الدايفرجنس بمنتهى البساطه ان هو بيبعدوا عن بعض. يبقى في الدايفرجنس movement the plates will
move away from each other. وده كان بيعمل لي ايه؟ كان بيعمل لي حاجه اسمها الريفت. تمام، الريفت فاليز. تمام كده زي الفل قوي. كده احنا نكون خلصنا بارت 3 كامله. يبقى احنا كده ان شاء الله بدأنا بفيديو الاولاني اللي هو البارت 1 اتكلمنا فيه على النيرفس سيستم. في بارت 2 اتكلمنا على النانو تكنولوجي وخلصنا البايوسفير مع بعض. في بارت 3 بدأنا رحلتنا مع الجيولوجي باذن الله باذن الله باذن الله. اللي فاضل عندنا من مراجعة إبريل حاجات بسيطة جدا، فراجعوا معانا أول بأول عشان بس نلحق نخلص قبل امتحان آخر السنة، لأن ما فيش وقت خلاص إن احنا نكمل أي حاجة تانية بعد امتحانات إبريل يعني إن شاء الله. أتمنى لكم كلكم كل التوفيق بإذن الله. يا رب تكون الموضوع سهل بالنسبة لكم وبسيط، وأكون على قد ما قدرت حاولت إن أنا وأنا بحل معاكم وأشرح بشكل مبسط خالص لكم. أشوفكم على خير الفيديوهات الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.